السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة واحسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات فيديو مختلف. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنفتح مع بعض كده الحصالة دي. بصوا هي مش حصالة، هي جزازة، وانا بصراحة كنت بحوش فيها. ليه؟ لان حسيت ان هي هتكون بعيدة عن الايد. يعني هي ما ينفعش انك انت مثلا انا حاطه فيها فلوس اهو، مش هينفع ان انا مثلا امد ايدي زي مثلا اي علبة صفيح او اي حصالة احنا بنشتريها بتكون سهلة في الفتح. اما ديت المكان، يعني لازم ان احنا نبصها كده عشان نعرف نطلع منها الفلوس. فانا حسيت ان هي صراحة هي اللي هتخلينا اعرف احوش، او يعني اطول شوية كده يعني، واعمل مبلغ كويس. بس لان انا بصراحة عملت حصالات كتير، كنت بجيب اللي هي الحصالة اللي هي العلبة اللي هي بتاعة اللبن ديت، بيكونوا مجفلينها كده وبيكون عاملينها فتحة كده، فبتكون بصراحة سهلة في الفتح خالص. يعني كنت بحوش ولا محتاج فلوس اروح مطلعة منها، احوش واحتاج اروح مطلعة. فانا حسيت ان الجزازة ديت يعني هتكون مناسبة معايا، وهتخليني اطول احوش شوية حلوين. الحمد لله النهارده وصلوا شوية الفلوس اللي انا محوشاهم اهو. هنفتح الجزازة مع بعضينا، وبعدين هنبدأ ان احنا نفضي الفلوس اللي احنا محوشينها وهنعدهم ونشوفهم كام. بس بصوا، هي تقريبا كده مش هينفع ان انا غير ان انا اشيل الغطا الجزء ده كده، ابص بالسكينة يعني عشان اعرف افضي الجزازة بتاعتي دي كفكرة. يعني لو انت عايزة تحوشي، هي حلوة في الفلوس اللي هي الورق، لكن الفضية مش هتنفع خالص عشان البوج بتاعها بيكون صغير كده، فمش هتعرفي تحوشي فيها فضية. لكن بصراحة في الورق هتكون حلوة معاكي. يلا بينا بقى نفتح الحصالة بتاعتنا الجميلة دي، نشوف فيها كام. هنفضي الفلوس مع بعضنا وهنعدها ونشوفها كام. يا رب يا رب تطلع بس مبلغ حلو. بس طبعا قبل ما نفتح الحصالة بتاعتنا ونعد الفلوس بتاعتنا ونشوفها فيها كام، حابه افكركم لو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تنزلي تحت على كلمه اشتراك، تضغطي عليها وتضغطي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو كده تشوفوه بامر الله. طبعا ما تنسوناش من اللايك والكومنت حلو، انكم تشجعونا كده باللايكات والكومنتات عشان انزل معاكم كل يوم فيديو. شاركوا الفيديو بتاعي مع حبايبكم مع اصحابكم عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا بقى عشان مش عايزين نرغي كتير وتقولوا عليا ان انا رغايه. فانا حابه ان انا افتح معاكم الحصاله السكر دي، وان شاء الله ان شاء الله هعمل واحده تاني باذن الله لرمضان، باذن الله يعني باذن الله يا ربي. هعمل واحده تاني بعد ما اخد الفلوس ديت، اشوف نفسي هعمل بيها هعمل هجدد واحده تاني كده مع نفسي كده لرمضان. هي ديت الميزه فيها الميزه ان انت مثلا بتحوشي مع نفسك، لكن لو عملت جمعيه بتبقى ملتزمه ان انت مثلا تدفعي مبلغ معين كل شهر، او في ناس بتعمل جمعيه كل اسبوع، وفي ناس بتعمل جمعيه كل 10 ايام. فالحصاله اللي انت بتحوشي فيها مع نفسك انك انت متبقيش ضغطه نفسك في فلوس بتحطي فيها، مفيش يبقى كده خلاص الموضوع بالنسبه لك عادي. ما تبقاش مثلا مضغوطه وملتزمه ان انت كل شهر او كل 10 ايام لازم تكون معاكي المبلغ مثلا اللي هو بتاع الجمعيه. انا بصراحه انا كنت بعمل جمعيات زمان، بس بصراحة كانت بتضغطني، وكنت باجي مثلا لحد آخر الشهر عايزة أدفع مثلا المبلغ اللي عليا. فحسيت إن بطلت خالص حوار الجمعيات، وقلت أحوش مع نفسي في فلوس، أحوش أحط في الحصالة. مفيش خلاص يبقى أنا كده برضو مرتاحة نفسيا ومش مضغوطة، وعشان بحس إن الجمعية كأنه دين عليا. بس كده يلا بقى نفتح الحصالة بتاعتنا. شفت البوج بتاعها كده، بصيتها بالشكل ده يا بنات. شلت الحته دي اللي هي من فوق دي، ونبدا ان احنا نسحب كده الفلوس واحده واحده. بسم الله. بحاول ان انا
امسحها عشان تنزل ايه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصي يا بنات، انا محوش فيها بقالي فتره طويله، يعني مش قادره، او يعني مش، انا بصراحه مش عارفه الميعاد بالظبط يعني، بس اللي انا بدات فيه ان انا احوش فيه، بس بقالي فتره طويله بصراحه. هنعد الفلوس دي، هنشوف، هنجمع العشرات مع بعضيها، العشرينات مع بعضيها، الخمسات مع بعضيها، وهكذا. وبعد كده ايه، نروح عدينهم. يلا كده نسمي الله وايه، ونجمع الفلوس. نبدأ كده بالحاجات الصحيحة الحلوة ديت اللي تفتح النفس ديت. بسم الله كده، ميزانية. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. والله يا بنات، الموضوع انك انت تحوشي حاجة حلوة، وفي نفس الوقت حتى لو عملت في حصالة تكون بتتفتح عادي، بيجي عليك وقت بتحتاجيها. ابنك او بنتك عايزة حاجة، البيت محتاج حاجة ومفيش فلوس، بتطلعي منها برضو بتنفع كل حاجة. والله يا بنات بتنفع ما شاء الله، اللهم بارك. كل حاجة في البيت بتنفع. ما شاء الله. بصي انا جمعت الميات والميتينات والخمسينات، وهنا بجمع العشرينات والعشرات كده ايه مع بعض يعني. وبعدين نبدأ ان احنا نعد ان شاء الله، ان شاء الله يطلع مبلغ كويس بإذن الله. ان شاء الله هنعمل واحدة تاني عشان نخليها كده لرمضان بأمر الله. جمعت يا بنات الخمسات كده، بس فيهم كم 10 هشيلهم عشان اخلي العشرات مع بعضيها والخمسات مع بعضيها. بس انا بصراحة ما بحبش العشرات البلاستيك ده خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
هعدل دول كده الاول وبعدين نشوف العشرات بقى والخمسات والعشرينات قد ايه. بس نسمي الله كده ونعدل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دول كده يا بنات 2400. دول كده 2400 الميتينات والعشرينيات، الميتينات والميات والخمسينات 2400. نركنهم على جنب بقى ونشوف المبلغ الباقي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واحد. ديت كده 200. دول كده 220. نشوف بقى الخمسات. 10 20 10 20 30 40 50 60 65. دي بقى 65. بصوا يا بنات الفكة 285 اللي هي العشرات والخمسات. 285 اللهم صل على النبي. 2400. بصوا ادي المبلغ كله يا بنات اهو. المبلغ كله 200. المبلغ كله 2685. بسم الله ما شاء الله، يعني هو مبلغ كويس اللي انا محوشاه. يعني ان شاء الله هشوف هشتري ايه يعني بيه، والحاجات اللي انا هشتريها بامر الله من الفلوس دي هصورها معاكم واعرفكم انا اشتريت ايه بفلوس الحصالة اللي هي يعتبر من مصاريف البيت. يعني كنت كل ما انزل اشتري حاجة يتبقى معايا حاجة كده اروح شايلاها زي ما شفتوا كده. حوشت كده في ازازة المية وطلع معايا المبلغ المحترم ده بأمر الله بإذن الله من غير مقاطعة. يعني هكرر الموضوع ده تاني. هعمل حصالة تانية لرمضان وهنفتحها بإذن الله في رمضان مع بعضينا. بس الفلوس الحلوة ديت هشوف نفسي هشتري بها ايه، والحاجات اللي انا هشتريها هنشوفها مع بعضينا وهشاركها معاكم بإذن الله. قولوا لي رأيكم ايه في موضوع الحصالة. يعني ايوه في ناس ممكن تقول لي احنا مش بيتبقى معانا فلوس. والله احنا كلنا على ده الحال، يعني كلنا وضع، يعني الوضع كلنا واحد زي بعضينا. بس بيجي عليك ايام كده مثلا بتروح تنزل تشتري شويه حاجات بيتبقى معاكي مبلغ من الفلوس اللي معاكي. في حاجات بتوفريها في خلال الشهر كده. يعني مش لازم انك انت تحط كل يوم. محدش بيحط. انا عن نفسي انا ما كنتش بحط فيها كل يوم عشان اكون صريحه معاكم. بس كنت بحط فيها منين ما يبقى معايا فلوس. يعني منين ما كان يبقى معايا فلوس او يتبقى معايا فلوس اروح حطها. فطلع معايا المبلغ المحترم ده 2685. بصراحة انا مبسوطة خالص من المبلغ اللي طلع. انا ما كنتش بصراحة متوقعة ان هيطلع معايا المبلغ ده. بس هنا كده حبيت ان انا اشارك معاكم الفيديو دوت. وكمان اقول لكم هنا نهاية الفيديو. مع السلامة.